احنا بنتكلم عن الفراسه ومن ناحيه الدين والشرع انا محتاج اعرف راي حضرتك في العلم ده. فده معناه ايه؟ والله طبعا العلم ده نص على السنة واتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما نقول احنا زي بالمعنى البلدي او بتاعنا ان احنا احيانا بنقابل اشخاص مثلا في اي مكان نلاقي القلب استريح له. صحيح. يعني فلان ده انا بحبه كده لله في الله، وفلان ده صحيح. انا مش عاوز اشوفه. صحيح. دي قال على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا الارواح جنود مجنده، صحيح. ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. صحيح. اللي القلب ارتاح اليه تلاقيه فيه الفه موده، واللي صحيح. القلب اتنكر تلاقيه اختلف على طول، ليس فيه هناك موده. صحيح. او مع موضوع الفراسه كمان اللي هي دي بتبقى اللي احنا بنقول عليها الفطانه. يبقى ايوه. انسان كيس ايوه. منفطن. ايوه. يعرف زي ما حضرتك قلت، الانسان ده يعرف انه ده انسان مثلا طيب، انسان حنون، انسان عصبي، صحيح. انسان كذا، صحيح. انسان من خلال صحيح. الملامح، من خلال الصفات، من صحيح. خلال صحيح. الشكل. شكرا. احنا بقى بنتكلم في العلم نفسه من الجانب العلمي او من الجانب اللي يقدر اي شخص يتعلمه، وده اللي احنا هدفنا اللي احنا بنقدمه في البرنامج، ان ازاي اي شخص يقدر يتعلم الفراسه علشان يقدر يتعامل مع مديره او زميله في العمل او مع شريك حياته، ويكون يعني بعاد كل البعد عن الحاجات السلبيه اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي على السوشيال ميديا وعلى التيك توك والفيسبوك والحاجات اللي احنا بنشوفها. يعني للاسف بتضرنا ما بتنفعناش. فخلينا نبدا مع حضرتك كده، ويعني تجربه عمليه مع استاذنا الفاضل. هنقول لحضرتك مثلا كده ملمح من شكل الجبهه عند حضرتك. شكل الجبهه عند حضرتك من شكل الجبهه اللي بيميل الى الخلف. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان حضرتك من الشخصيات العقلانيه بشكل كبير جدا. حضرتك من الشخصيات اللي يعني بالبلدي كده عايش جوه دماغك، بتفكر في كل حاجه بكل امكانياتها. صحيح. ما عندكش القابليه انك تعمل اي شيء او تشتغل في اي مشروع مجرد ان انا هبدا فيه. لا، صحيح. انت مش هتبدا في اي حاجه غير لما تلم كل المواضيع عنها. فايه رايك في الكلام ده؟ لا كلام جميل جدا. كلام كده انا بتكلم صحيح. صح كده؟ كلام فراسه. ممتاز. طيب عندنا كمان مثلا من شكل الحاجب عند حضرتك، وده الشكل الدائري. فصاحب الملمح ده او صاحب الحاجب ده من الشخصيات المنظمه جدا. يعني على سبيل المثال حضرتك ممكن توصل بيك مرحله. احسنت. ربنا يبارك احسنت. انا عندي السياره بتاعتي او الموبايل او حاجه، الناس لما اجي اغير ابيع الناس بتتقاتل عشان تاخد الحاجه بتاعتي، لان تلاقيها مرتبه ومنظمه. ايام الشباب والطفوله، ايام ما كنا في الثانوي مش عارف ايه. طبعا كل واحد بياخد غرفه في الغرفه. كان الغرفه بتاعتي بيجي ياخد الناس يتفرجوا عليها من التنظيم بتاعها والترتيب. انت عندك قدره عاليه جدا على صياغه الموضوع ده وانك تعمله. وكمان بالمناسبه انت بتنزعج من قله الترتيب. يعني انت لو شفت حاجه مش منظمه ده شيء بيخليك متضايق جدا وما بترتاحش. صح، عشان انت عامل ازاي في الحته دي على فكره. طيب كمان عندنا قدره استثماريه عاليه على توظيف الاموال. يعني على سبيل المثال لو معاك 100 جنيه، لو معاك 1000 جنيه تعرف تحطه في المكان المناسب. ما عندكش يعني طريقه الصرف العشوائيه او ان انا اجيب اي حاجه علشان انا معايا فلوس دلوقتي. لا، انت بتعرف توظف الجنيه في مكانه. صح كده؟ تماما. حاجه صعبه. صحيح. طيب كمان في برضه ملمح مهم. خلاص سيبني. لا هقول لك انا كمان ملمح ملمحين اتنين. لا انا لسه بقابلك دلوقتي والله. اقول لك برضه ملمحين دلوقتي عشان هم برضه واضحين جدا. ان طرف الانف عند حضرتك مائل للاسفل، واضح بشكل كبير. وده معناه ان انت بتحب تجمع معلومات كتير جدا عن اي حاجه انت هتبدا تشتغل فيها. صحيح. ولو حد بيعرض عليك فكره معينه او بيقول لك مثلا احنا هنعمل مشروع معين، فانت بتحب كل التفاصيل. يعني ويا ريت دراسه جدوى لدراسه الجدوى. يعني انت عاوز كل التفاصيل المفصله عن الموضوع ده علشان يبقى عندك القدره انك تفكر مجرد التفكير فيه. فدي برضو حاجه اساسيه. برضو في حاجه برضو اخيره بقى وهقولها لحضرتك كده. الحساسيه عندك عاليه جدا، شديده جدا خالص. بتنزعج جدا بشده. اقل شيء. صحيح. يعني فعلا اقل شيء. اضافه للجانب الثاني يعني عطوف اكثر كما زي يعني بقدر المحبه وقدر الزعل وقدر الحساسيه. يعني انت يعني اقل الامور جدا خالص بتاثر فيها خالص، لان بعمل اي شيء بكل اخلاص وبحب اي حاجه تاثر. طيب نصيحتي لحضرتك بقى من خلال علم الفراسه والتحليل النفسي، حاول بقدر الامكان يعني تتخلص من فكره التفكير المستمر. لان هي يعني للاسف بتعود بالسلبي على الصحه وبتعود بالسلبي على الشخصيه. كمان الجزء الخاص بالحساسيه، يعني انا عاوزك تكون متقبل للامور اكثر من ذلك. بالظبط. يا ريت انا عاوز الحته دي، يعني يا ريت عاوزها تتغير، لان الحته دي بتتعبني كتير انا. صحيح. الحساسيه زياده خالص. طب انا تمام كده بنسبه كام في المية التحليل بتاعي صح؟ يعني
نقول بقى. 100% يعني ممكن تشيل ربنا حتى. لا يخليك، تمام ربنا خالص يخليك. يعني نسبه 100% حقيقه يعني. طب في اي مشكله رفعنا الكلام ده على اليوتيوب؟ لا لا تمام طب مفيش ان شاء الله مشكلة. الفيديو ده هينزل بكره خميس باذن الله على قناه اليوتيوب، وانا ايهاب الغرباوي واسم القناه ايهاب الغرباوي. ربنا يعزك، شكرا. ماشي.